حمد ترجع له كرة مرة أخرى. أحمد بوغمار، شوف حالة التدوير اللي يقدمها هيليو سوزا على مستوى كل مباراة تشكيلة، كل مباراة تجد هناك كثير من التغييرات، ولكن دائما ما يصيب. وإن كان هناك بعض التساؤلات على ما يقدمه من كل تشكيلة في كل مباراة، إلا أن ينجح سيد سوزا. نجح في الخليجي الأخير الذي قدم فيه المنتخب البحريني تجربة رائعة وحصل على أول ألقابه. هنا كرة موجودة الآن لصالح المنتخب البحريني، محاولة عرضية خطيرة. الله 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 الله، مهدي آل حميدان يقول الميدان يا حميدان يسجل 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 ويفتتح اللقاء في مرمى المنتخب الكويتي. المنتخب البحريني يضرب ولا يبالي، يريد في هذه البطولة أن يثبت بأن الجدارة ما زالت مستمرة وأحقية ما زالت مستمرة باستمراره في الحفاظ على اللقب. من أجل اللقب يسجل بن حميدان، آل حميدان يسجل مهدي هذه الكرة في مرمى المنتخب الكويتي التي تتحرك شباكها الآن في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام، المنتخب البحريني بأي تشكيلة بأي أسماء يضع سيد هيليو سوزا قادر على أن يكون خطير، قادر على أن يسجل المنتخب البحريني في خطاه باتجاه النهائي. يضرب ولا يبالي في هذه المباراة ويتقدم للمنتخب البحريني بأول أهدافه عن طريق اللاعب الجميل جدا مهدي فيصل آل حميدان. إذا مهدي يسجل. قبل هذه البطولة طبعا هناك في البحرين توج بلقب البطولة الأخيرة لخليجي 24. هناك كرة فيها ضغط لكن صافرة حكم المباراة حاضرة، خطأ لمصلحة اللاعب اللي واضح كان أمامنا في الصورة فيصل زايد. فيصل زايد 42 مباراة فيصل زايد، 5 أهداف مع المنتخب الكويتي، واحد من عناصر الخبرة الموجودة في التشكيلة الأساسية للمنتخب الكويتي. كرة تطلع إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية لمصلحة المنتخب الأحمر المتوهج في هذه البطولة. واضح لدينا أيضا في هذه اللقطة عيد الرشيدي، انطلاقاته حتى الآن الخطيرة لم تكلل بالنجاح. هنا تصل الكرة لمحمد مرهون، مرهون بيحاول يتخلص لكن الضغط موجود والإنذار أيضا موجود على محمد مرهون. إذا إنذار على محمد مرهون. تدخل كان حاضر ومحاولة الارتداد السريع كانت للاعب فهد الهاجري. يلعب كرة فهد الهاجري، اللاعب اللي يلعب مباراة رقم 68 مع المنتخب الكويتي، لاعب الاتفاق السعودي السابق، عاد طبعا إلى نادي الكويت بعد الإعارة، عاد إلى نادي الكويت الكويتي. كرة ترجع للخلف، خلاص نلعب في الثواني الأخيرة على نهاية مجريات زمن شوط المباراة الأول، وهنا كرة مع نواهيها مع خواتيم شوط المباراة الأول. هل يفعلها المنتخب الكويتي؟ لكن يبعدها مدافع المنتخب البحريني، يبعد الكرة مدافع المنتخب البحريني. ما زالت كويتية زرقاء. سلطان العنزي، سلطان، الكرة على الجهة اليسرى، محاولات فيها تمريرة ممتازة لصالح المنتخب الكويتي، عرضية أمام المرمى، فرصة وبالراس خطيرة، جول 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 جول، كوكتيل من الأساطير. هو شبيب الخالدي، كوكتيل الأساطير يذكرنا بمن بره في كرة القدم الكويتية. يضع كرة بالراس، ولا أروع ولا أجمل ولا أحلى من ذلك يا شبيب. الله يا حبيب، يضع الكرة في المرمى بالراس، جميلة بالراس، بالراس. عاد المنتخب الكويتي، سجل المنتخب الكويتي كرة في المرمى، في مرمى المنتخب البحريني. خروج خاطئ كان من سيد محمد جعفر، والرأسية كانت جميلة، كانت جميلة من شبيب الخالدي الذي يسجل هدف
ثاني له في هذه البطولة، ويضع الكويت في وضعية جيدة قبل الذهاب إلى غرف الملابس. الأزرق يعود، الأزرق يعود، هكذا تقول المدرجات. ولكن هنا لحظات من التشيك على الفار، ربما هناك خطأ، ربما هناك حالة تسلل، أو ربما